ازيكم عاملين ايه؟ يسعدني ويشرفنا ان نستضيف اليوم قامة عالمية وهندسية فذة شخصية استثنائية لها بصمتها في عالم الديزاين والديكور والتصميم. تمام، يعني حاجة مهما اقعد ان انا اتكلم من هنا للصبح بجد انا مش هعرف اوصفها، ولا في شغلها ولا في شخصيتها، يعني حاجة فوق الخيال. معانا الدكتور المهندس مايكل. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حبيبي يا معلم باسم، كله تمام. كله تمام الحمد لله، كله تمام. انا سعيد جدا جدا اني شغال مع حضرتك بجد، وان انا بعمل شغل لحد زي حضرتك، يعني حاجه من الشخصيات النادره الوجود في شغل حضرتك وفي التصميم. انا شفت تصميم حضرتك بتاع الفيلا هنا، وان شاء الله ببركه ربنا يعني بعد ما نخلص هنيجي نصور فيديو برضه ان شاء الله. تمام، فقول لنا ايه رايك في شغلنا ودنيتنا والدنيا دي كلها، ولو في اي حاجه مضايقك مننا، اي حاجه زعلان منها، يعني منتهى وضوح وقول انا مش هزعل يعني. لا بصراحة المعلم باسم راجل 10/10 ورجالته. المعلم أسامة والمعلم حنا والمعلم شوي كله زي الفل، وناس أمينة جدا وملتزمة جدا في المواعيد وبالها طويل في الشغل، وشغل 10/10. أنا اللي اتشرفت بيك ومبسوط يعني بالشغل معاك، وإن شاء الله أول مرة ومش آخر مرة إن شاء الله. الله يخليك يا دكتور، بجد انا سعيد جدا ان انا يعني اشتغلت مع الدكتور مايكل. يعني الدكتور مايكل دكتور مهندس، يعني مش مهندس عادي ولا دكتور عادي، يعني حاجه من الحاجات اللي هي نادره الوجود. يعني حتى التعامل معاه بامانه، يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير في التعامل حتى مع الاشخاص، والتعامل حتى مع الناس. يعني علمني درس التواضع، بجد حاجه محترمه جدا، يعني شخصيه من الشخصيات اللي هي متواضعه جدا جدا. انا مهما اقعد اتكلم من هنا للصبح بجد مش عارف اوصف الدكتور مايكل بجد. الله يخليك، واتمنى ان احنا ما نكونش مضايقينك في اي حاجه، وتكون مبسوط من شغلنا وكده يعني. تسلم ايديكم وتعيشوا كل مره ان شاء الله، وربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. الله يخليك يا هندسه، شكرا لحضرتك وانا سعيد جدا ان انا اتصورت مع حضرتك بجد يعني. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك، شكرا. تمام.